لو أنتِ زيي بتحبي صلصة الطماطم المُعلّبة على المكرونة، يبقى الوصفة دي ليكِ. أول حاجة هنسمّي الله ونصلّي على رسول الله، وأنا جِبت هنا 4 كيلو من الطماطم، زي ما أنتِ شايفة كده الطماطم اليومين دول حلوة جدًا، على فكرة ممكن تخزّنيها كده في الفريزر مش هيجرى لها أي حاجة. خالتي الله يرحمها كانت بتحب تعملها كده وتشيلها في الفريزر. أنا بقى باعملها بالطريقة دي عشان باحب جدًا صلصة الطماطم، باجيبها واغسلها واقطّعها 4/4 واحطها في الحلة وباضيف عليها معلقتين كبار من السكر، معلش بقى عندي برد، وكمان باضيف عليها معلقتين كبار من الملح، وباحط عليها نُص كوباية مَيّة، نُص كوباية مَيّة بس عشان ما تتحرقش، هي كده هتغلي وهتنزّل مَيّتها وكل حاجة، زي ما أنتِ شايفة كده، أنا رفعتها حوالي نُص ساعة لساعة إلا ربع على النار، على حسب بقى الكمية بتاعتِك، لمّا بتتهري خالص كده، وبعد كده هابدأ بقى أضربها في الخلاط بعد ما تهدى خالص عشان الخلاط ما يتحرقش. وبعد كده هنبدأ بقى إيه، طبعًا أنا باحب أعمل أوي الصلصة تبقى حمرا، من غير بقى ما تعملي فيها أي حاجة، هي هتطلع معاكِ حمرا وجميلة جدًا، وكمان هتفضل محفوظة عندِك يعني قولي سَنة، لو شِلتيها بنفس الطريقة دي وشِلتيها في الفريزر مش هيجرى لها أي حاجة، لإن الملح والسكر دول مادة حافظة، تمام. وبعد كده أنا هنا بقى ضربتها sorry باعتذر. وبعد كده بدأت أصفّيها، أنا ما باحبش ولا البذر بتاعها ولا القشر، عايزة تخلّيها زي ما هي كده وتطبخي بيها أي طبخة تعجبِك هيبقى تمام جدًا، عايزة تصفّيها زي ما أنا باصفّيها كده براحتك خالص، بس هنا أنا باحبها متصفّية، هنا رفايدة حبِّت تساعد ماما وكده، أنا باحبها متصفّية، باحبها تبقى ناعمة خالص زي الصلصة المُعلّبة، لإن أنا باحب الصلصة المُعلّبة. وهيدّيكِ نفس الطعم على فكرة، هتبقى مززة كده وطعمها حلو جدًا، بُصّي ناعمة إزاي، وما تنسينيش بقى بلايك وcomment حلو، ويا رب الفيديو يعجبكم واشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديو اللي جاي، سلام عليكم.